السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني الكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في فيديو جديد إن شاء الله على القناة مع تطبيق جديد. إخواني الكرام، التطبيق الذي معنا في هذا الفيديو هو تطبيق غني عن التعريف، تطبيق ياسين تيفي. إخواني الكرام، لتحميل هذا التطبيق والمشغل تابع، ما عليك غير تابع الفيديو من الأول إلى التالي. باش نحملو التطبيق غادي نمشيو إخوان إلى برنامج داونلودر. هنا إخواني سنذهب إلى هوم ونكتب إخواني الكرام هذا الرمز 41698002. أعد لكم الرمز إخواني الكرام: 41698002. ثم إخواني الكرام نضغط على جو لتحميل التطبيق. وللذكر إخواني الكرام، سأترك لكم في صندوق الوصف رابط تحميل التطبيق ورمز التحميل على أجهزة التلفاز وأجهزة التيفي بوكس. إخواني الكرام، تظهر معنا هاد الشاشة، هاد الصفحة. إخواني الكرام نضغط على كونتيني، ثم تأتينا صفحة أخرى. إخواني الكرام ننزل إلى الأسفل إخواني العزاز، نضغط على كونتيني، ثم تأتينا هذه الصفحة، نضغط على الأيقونة المستطيل الأخضر. ها هو إخواني الكرام هذا هو تحميل التطبيق. نضغط على المستطيل الأزرق، هو يتم تحميل التطبيق إخواني الكرام. هنا إخواني سنضغط على انستالي. إخواني الكرام هنا نضغط على اوكي، ثم ديليت، ثم مرة أخرى ديليت، ثم نذهب إخواني الكرام مرة أخرى إلى هم لنعمل تحميل للمشغل التطبيق. هنا الرمز هو إخواني الكرام 80363887. أعيد لكم الرمز تحميل المشغل هو 80363887. ثم إخواني الكرام نضغط على جو ليتم تحميل المشغل. إخواني الكرام تأتينا هذه الصفحة. إخواني ننتظر ثواني، ثم نضغط على كونتيني،
صفحة أخرى، نضغط إخواني الكرام على كونتيني. نضغط على هذه الأيقونة المستطيل الأخضر، ثم تأتينا التحميل. نضغط على مستطيل الأزرق. ها هو التطبيق يتم تحميله معنا على الجهاز تي في بوكس. نضغط إخواني الكرام على انستالي. ثم نضغط على اوكي، ثم إخواني الكرام ديليت، ثم ديليت، ونعود إلى الصفحة الرئيسية. إخواني الكرام، نضغط على الزائد، نجد هنا التطبيق والمشغل ليس معنا هنا في التطبيقات. نجده هنا بي درايفر. اوكي إخواني الكرام، ها هو المشغل إخواني الكرام، وياسين والتطبيق معنا هنا كذلك. نضغط إخواني الكرام على التطبيق. هانتم إخواني الكرام، ما غاديش نخلو حتى شي قناة باش ما يكونش عندنا انذار. إخواني الكرام، إلى هنا نكتفي بهذا القدر. ولكن إخواني الكرام، لي كلمة لبعض الإخوان سمحهم الله، يعني في الكومنتير، يعني بالسب والشتم. ما جايانيش نقول الكلام اللي تكتبوه في الكومنتير بينهم وبين الله. اللي تنقول انا حسبي الله ونعم الوكيل. خليت لهم الله هو اللي غادي يخلصهم. ولا كنتو اللي ما تعجبوش المحتوى اللي تنقدم ما يدخلش الفيديو ديالي. وتحياتي للجميع، والى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.